أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في جوار السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. واقعا كما يقال رب توفيق خير من 1000 ميعاد. التقينا بسماحة الشيخ سعد الساعدي الذي كنا نتراسل معه فقط عن طريق الواتساب، والآن رأيناه شحما ولحما. حياكم الله شيخنا، واسمكم ملفت، شيخ سعد الساعدي. لكم صلة بسهل بن سعد الساعدي أو لا مولانا؟ حياكم الله وبياكم، مرحبا بكم، حللتم أهلا نزلتم سهلا. هذا الاسم طبعا صحابي جليل، وهذا الصحابي الجليل في الاسم يكون ابني، يعني سهل بن سعد الساعدي. يعني عندكم ابن اسمه سهل؟ للأسف الشديد عندي محمد مهدي وعندي أمين الله، يعني لم أسمي بسهل، ولكن هذا أفادنا كثيرا. يعني أولا صحابي جليل فيه لفتة قطعا جدا ممتازة الكثير لم يلتفت إليها، وهي أنه لما دخل الشام قال: لأهل الشام عيد لا نعرفه، بمعنى أن معاوية وآل أمية ابتدعوا بدعا في الإسلام. أحسنت. فهذه إشارة إلى البدعة. هل هناك رابط بين عائلتكم وعائلة هذا الصحابي؟ يظهر هذا ظاهرا، يعني لا أقول بالقطع واليقين، لكن يظهر أن هذه الأسرة، أسرة الساعدي وقبيلة الساعدي، تنتمي إلى سهل بن سعد الساعدي. زين، أصلكم من العراق؟ والله أصلي من العراق وأيضا من إيران، يعني أحمل الجنسية الإيرانية والهوية الإيرانية والعراقية، ولله الحمد ولله الشكر، ونحن لا نفرق بين البلدان. جميل. وإذا أعطيتمونا الجنسية الحجازية لا مانع لدينا أبدا. الله يحفظكم إن شاء الله. هذا طلبكم يقدم إلى من هم أهله، وبعد ذلك هم ينظرون. حياكم الله. شيخنا، أنا بودي يعني أن يستفيد من هذا اللقاء طلبة العلوم الدينية الذين لم يعاصروا الحوزة في قم المقدسة. شنو أهم النصائح التي تنصحون من يريد أن يدرس في قم المقدسة، خصوصا من الطلبة الخليجيين أو الحجازيين؟ حياكم الله وبياكم طبعا، وشكرا لهذا السؤال. بالنسبة إلى قم، طبعا زاخرة بالعلم والعلماء والمؤسسات الدينية. الحمد لله النجف نهضت، لكن لا زالت في بداية نهوضها. وتعلمون أن الحكم البائد، الحكم السابق، ضيق على النجف الأشرف، وكادت أو أوشكت أن تموت وتجف، لكن بفضل العلماء وحكمة العلماء بقي فيها من العلماء الأعلام، من علماء الطائفة، سواء أصوليين إخباريين في النجف، وبقيت فيها رمق من الحياة. فلما سقط النظام بدأت تنهض، لكن مع وجود المشكلات. لكن قم المشرفة كانت زاخرة، ولما انتصرت الثورة الإسلامية طبعا ازدادت رونقا وازدادت عطاء، بحيث الآن في قم ما لا يقل عن 500 مجتهد ما شاء الله. طيب، ومن المراجع ما لا يقل عن 15-20 مرجع يعني. تعداد الطلبة كم تقريبا؟ تعداد الطلبة فقط الطلاب الذين هم الوافدين على غير الإيرانيين يفوقون عن 60,000 طالب حوزة، ومن أكثر من 100 دولة. يعني الحالة الاقتصادية المعيشية، يعني الطالب من يأتي حتما يريد مثلا سكن، يريد راتب، شلون ترتيب أموره إذا كان أعزبا أو إذا كان متزوجا؟ مولانا الكريم، بالنسبة أرجع إلى السؤال الأول ثم أجيب عن الثاني، سؤالكم الثاني. يعني بالنسبة إلى الطلاب الذين يفدون إلى إيران، هناك مثلا البحث الخارج، خصوصا أنتم سألتم فيما سبق، يوجد على الأقل 15-20 درس بحث خارج في اللغة العربية. جميل. ومنوع يعني وكبير، وبحتى رؤى مختلفة وآليات مختلفة. وغير البحث الخارج من يميل إلى الفلسفة، من يميل إلى العرفان، من يميل إلى التفسير. فغنية حقيقة المؤسسات. أبرز بحوث الخارج من الحجاز حاليا موجودين كان السيد منير، السيد منير الخباز انتقل إلى النجف. الآن السيد السلمان موجود، السيد عبد الهادي موجود، وأيضا هناك بحثين أو 3، لكن الآن لا تحضرني أسمائهم، ربما أخطأ في الأسماء لأنني لم أحضر. ذكرتم الشيخ معين دقيق من الشيخ معين دقيق من لبنان. الشيخ معين دقيق من لبنان. ذاك الدقاق عندنا. الشيخ الدقاق البحرين. نعم. من البحارنة. نعم. الشيخ الدقاق يعني من يوجد البحارنة. أيضا بحوث خارج من البحارنة
بحث الخارج لا أعلم من البحارنة، ربما يوجد أو لا يوجد، لست متأكد، ولكن من الأخوة الحجازيين سواء قطيفي أو إحسائي الآن ما لا يقل عن 2 أو 3 موجود. جميل. طبعا يعني كنت أنا أعلم أنه كان الشيخ حج السلطان، كان السيد حسين الياسين، كان الشيخ السلطان لا زال عنده بحث خارج. نعم. نعم. الشيخ حج السلطان. أخوه الشيخ جواد عندنا في النجف. لا أعلم. لا يوجد عندي تفاصيل حقيقة في هذه القضية. أنتقل طبعا أنا إلى القضية الاقتصادية. نعم. طبعا هنا مؤسسات كثيرة في قضية السكن. نعم. الطالب سواء مجرد أعزب أو متزوج يحتاج إلى سكن. السكن موجود مؤسسات لسماحة السيد السيستاني، سماحة السيد القائد، السيد الخامنائي، ومراجع آخرين، السيد الشهرودي، لكن لا تفي بالتمام. هناك مدينة العلم للإمام الخوئي، السيد المرجع الراحل. على كل حال مؤسسات كثيرة لكن لا تفي، فهناك من يحظى بهذه البيوت وهناك من لا يحظى. العزاب تقريبا القضية محلولة أو شبه محلولة، خصوصا الخليجيين يوجد لهم مدارس أكثر من مدرسة. بالنسبة للإقامة شيخنا، عندكم معرفة عن هل هي سهلة بالنسبة للخليجيين؟ الإقامة بالنسبة للأخوة الخليجيين سهلة جدا، ولجميع طلاب العلم، الجامعات سواء أو المدارس. نعم ربما في بعض الدول تتأخر، هناك تتلكأ، ولكن بالنسبة للأخوة الخليجيين لا، الحمد لله كما أعلم أنه يسيرة جدا، وهناك من يقوم بها بأسرع وقت. يعني السؤال آخر بشكل سريع ولا نريد أن نأخذ من وقتكم. التوأمة بين الحوزة والجامعة، هناك من يشجع عليها وهناك من يرى بأنها تضييع للحوزة. في قم هل هناك تشجيع على الدراسة الأكاديمية؟ أنا أعرف مثلا جامعة آل البيت، يعني هذه من الجامعات الموفقة، جامعة المصطفى. المزاج العام في قم يشجع على الدراسة الأكاديمية؟ طبعا المزاج العام نعم يشجع على الدراسة الأكاديمية، وحتى الشهادات حولوها إلى شهادات أكاديمية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، ويحاولون أن تدخل هذه الطاقات العلمية في الجامعات. وحقيقة هي قضية هامة، لكن كرأي شخصي أنا أقول لا بد من العمل على التوأم كما قلت. نعم. هناك من يتخصص في الحوزة بالتمام، وتبقى الحوزة على علومها وعلى نسقها ونظامها الذي بنيت عليه من مئات الأعوام، قرون. نعم. وهذا مفيد. وهناك من يريد أن يدخل إلى الكليات، الجامعات، المجتمع. أنا أعتقد يحتاج إلى هكذا نظام وهكذا سلسلة نظامية. ربما هنا تلكؤ وهناك إشكالية وهنا إشكالية، لا شك كل شيء غير متكامل والكمال المطلق له سبحانه وتعالى. حتى لا نزاحمكم أكثر، سؤال أخير. حياكم الله. طبعا أنا عرفتكم من خلال بعض المؤسسات التحقيقية، وكذلك رأيت لكم مساهمات إعلامية، فتحدثون عن تجربتكم في هذا الجانب. والله الإعلام تعلمون أنه يقولون في الحكومات أنه السلطة الخامسة. نعم. وأنا أعتقد بالنسبة للثقافة الشيعية أعتقد أنه هو الأول في الثقافة الشيعية، السلطة الأولى في الثقافة الشيعية. المنبر شيء ممتاز ولكنه كلاسيكي، حيزه الآن قليل، لكن نحتاج الآن إلى القنوات الهادفة. توجد عندنا قنوات ولله الحمد في النجف، في لبنان، في قم، في أماكن متعددة، لكن أعتقد أنها غير كافية، ثم غير موفقة في برمجتها، في منهجيتها. لا توجد عندها يعني خطة عمل لنقول كيف تبدأ كيف تنتهي، لكن الحمد لله موجودة يعني. ونحتاج أيضا إلى الإعلام في السوشيال ميديا كما يقولون. نحتاج كثيرا إلى ذلك، ونحن أعتقد في المربع الأول ولسنا متقدمين في هذا الشأن، والأمة تحتاج
الملمات، الكرب، الغم يأتي من كل جانب. العالم يعمل بكل قوة في إعلامه، بحيث الآن يمسخ المرأة، يمسخ الرجل، يمسخ الأسرة، يمسخ كل شيء، حتى يمسخ الأنثوية ويمسخ الذكورية. يعني حتى هذه القضية وصلنا إليها لا تصل. لكن هل نحن يعني في مكاننا؟ نعم. أعتقد لسنا في المكان المطلوب. نعم نعمل، لكن نحتاج إلى مزيد من العمل، ونسأل الله أن يوفق جميع قنواتنا وجميع العاملين في هذا الشأن. نعم. هذا في المجال الإعلامي. في مجال التحقيق، مؤسسات التحقيق، كأنما لكم في هذا المجال؟ المؤسسات التحقيقية حقيقة عملت في أكثر من مؤسسة نوعا ما جيدة، لكن كثير هناك بالنسبة إلى التراث، هناك كثير من التراث إلى الآن، التراث الخليجي يعني الإحسائي والقطيفي أو البحريني لا زال مغمور ولم يظهر إلى العلن وتستفيد منه الأمة. وعندي أمثلة كثيرة. بالنسبة إلى النجف كثير، يعني الآن شيخ حسين الحلي رحمة الله عليه اللي هو مدير مكتب الإمام السيد الحكيم، إلى الآن تراثه مغمور. كثير من التراث مغمور. نعم هناك أسر استطاعت أن تظهر بعض الكتابات أو بعض التراث الموجود. التراث الجديد الآن توجد عندنا كثير من الطاقات حقيقة لم تلتزم بها المؤسسات، بحيث تنشر لها، تكتب لها، على كل حال تؤطر، تنظم عملها. إلى الآن هناك كثير من الطاقات الحاضرة والمعاصرة مغمورة وضائعة للأسف الشديد. سؤال حساس سأسألكم إياه، إن أردتم الإجابة وإلا الأمر لكم. حياكم الله. الشيخ الأوحد شيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي أثير عليه جدل كبير وكذا، وقيل بأن يعني كتبه ومؤلفاته ممنوعة في قم، وهناك يعني حساسية تجاه هذا الموضوع. أولا تحبون تجيبون على هذا السؤال أو لا؟ لا أجيب على عادي. أكمل سؤالكم. سؤالكم. وهو هل صحيح أن هناك حظر على فكر الشيخ الأحسائي، ومن يشتغل في تحقيقها وفي طباعتها قد يكون له مشاكل كثيرة في قم أو بشكل عام في إيران؟ والله أنا ما أعلمه بالنسبة إلى قم كسوق عكاظ. نعم. يعني تتقبل كل فكر وتتقبل كل رؤية. إلى الآن يعني الآن أنا سمعته طبعا هذا الكلام من قبل من غير سماحتكم، لكن لا أعتقد بصحته. لا أعتقد. ربما هنا طبعا في قضية النشر الرسمي هنا توجد دائرة موجودة، وعلى كل حال اسمها دائرة الإرشاد. كل كتاب الذي يطبع لابد أن يعرض على دائرة الإرشاد، ثم هي تعطي الموافقة أو لا تعطي الموافقة. ربما يعني أنا لم أجرب ولم أعرف هذه القضية. إذا عرض أتصور أنه أيضا يطبع، لا أتصور ذلك، لأن كتب علماءنا الأبرار من الإخباريين أصلا غير ممنوعة ومطبوعة ولا زالت تطبع وتنشر، وشيء عادي. نعم. بل حتى كتب ابن تيمية ابن تيمية، ابن عربي لا يوجد يعني مشكلة عندهم. جميل. نعم إذا كان كتاب هناك فيه أفكار خطرة على صميم التشيع أو صميم الثقافة أو يعتبر مفسد، هذا يمنع. لكن لا أتصور هكذا كتب عند علماءنا بالعموم، يعني أو أشباه العلماء أو تلاميذ العلماء. فكيف؟ طبعا احنا وجهنا لسماحة الشيخ دعوة للحضور إلى النجف الأشرف، ونجدد هذه الدعوة إن شاء الله ورا شهر رمضان لنستفيد منكم في قناة الإمام الصادق الفضائية. وأنا باعتباري المشرف العام على هذه القناة أجدد لكم الدعوة، وأيضا إن شاء الله نستفيد منكم في الجانب التحقيقي. عندنا مؤسسة دار هجر للنشر والتحقيق والترجمة والطباعة والنشر، أيضا إن شاء الله نستفيد منكم في هذا الجانب. ختاما الشيخ سعد الساعدي الذي تكون أنت والد شيخ سهل بن سعد الساعدي، أشكركم كثيرا. بماذا نوصف شيخ سعد الساعدي؟ باحث، مؤلف، إعلامي؟ وأنا أشكركم بدوري طبعا أولا، وأشكر جميع من يخدم التشيع بأي كلمة، بأي حرف، بأي خدمة معينة أو حتى بسيطة أو كبيرة. وأشكر دعوتكم الكريمة،
ونسأل الله التوفيق أن نكون في الخدمة. أما الوصف لا يهمني الوصف، أسأل الله أن أكون عبدا وأن أكون خادما لكل شيعي ولو كان غير ممتاز. نعم. لكم صفة رسمية في مثلا في الحرم أو في مؤسسة معينة؟ يطلق علي الدكتور، نعم. السعد الساعدي، يطلق علي الباحث، هذه التسميات ليست مهمة جدا. جميل. وفي الإعلام موجود، يعني عندي محاضرات في قنوات مختلفة لا تقل عن 700 أو 800 محاضرة لله الحمد في فروع مختلفة. إذن من أراد أن يستفيد في هذا الجانب إن شاء الله أين يلتقي بكم؟ الله يبارك فيكم. أنا طبعا للأسف إعلاميا لم أضبط أموري في اليوتيوب ومكتب، لكن عندي مؤسسة اسمها مؤسسة سلسبيل. نعم. مؤسسة سلسبيل ممكن أن نلتقي بها. أين يعني موقعها في قم في يزدان شهر، في منطقة يزدان شهر. وأتواجد في الحرم الشريف أيضا للكريمة أهل البيت كل يوم اثنين من الساعة 10 إلى الساعة 3 ظهرا. وأيضا موجود كنت سابقا وربما أعود إلى مركز الإسلام الأصيل، مؤسسة إعلامية الشيخ أسد قصير، أيضا أتعامل معه، ونسأل الله أن يوفقنا للخدمة مولانا الكريم. أنا واقعا أدين هذا وأنا اليوم. أيضا أتشرف حقيقة، تشرفت بكم على غير ميعاد، ولكن رب صدفة خير، ربما توفيق خير من ألف. الله يبارك. أنا لا أعتقد أنا أيضا كذلك أقول، أنا أدين هذا كما يقال يعني. أحسنت. أنا أدين للسيدة المعصومة بالشكر الجزيل أنها جاءت بهذا التوفيق في هذا المكان المبارك وفي هذا اليوم المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا معكم بجوار السيدة المعصومة أن يجمعنا معكم بجوار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والمشاهد المشرفة. شكرا لكم شيخنا. شكرا لكم. وعند أمير المؤمنين نلتقي إن شاء الله تعالى.